الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نحن الآن متجهين إلى دينور، ونقرب من دينور حوالي 7 كيلو. هذه المدينة أو هذه القرية في نهاوند دينور التي ذكرها الإكليل الجزء 8. وهذه القرية قبر فيها الملك الحميري ناشر النعم. فنحن الآن متجهين إليها، فإلى دينور، إلى تاريخ حمير الذي لم تدونه الكتب إلا الهمداني، ونحن وقفنا على ما قاله وزدنا عليه. فإلى دينور، إلى التاريخ. هذه الأماكن وهذه النهوج التي نزلها ملوك حمير. هذه الأماكن كان يحكمها ملوك حمير. طبعا نحن الآن نقترب من دينور التي ذكرت في كتاب الإكليل، والتي قبر فيها الملك الحميري ناشر النعم. هذه جبال طبعا فيها مناطق أثرية قديمة. دينور طبعا منطقة قروية كما نراها الآن. جواد لو تكلم عنها، عبارة عن قرية ترابية. طريق ترابي. بمسیر خود ادامه دهید. طبعا هذه النهوج سكنها ملوك حمير الملك ناشر النعم الحميري كما ذكر الإكليل، حين قال: وقبر الملك ناشر النعم مالك الحميري في نهاوند ودينور. نهاوند طبعا المدينة الكبرى، أما دينور هي القرية. وإنني أرجح أن دينور هي القرية التي قبر فيها الملك الحميري ناشر النعم. نحن الآن في قمم جبال زغرس.